خوتي العزاز، كنتمنى تكونوا على خير وبخير. وصلكم هذا الفيديو في صحة جيدة. الملف سعاد بريقي الطريق ديالو كانت طويلة، ولكن وصلنا للنهاية. ما بقى قد ما فات، ونبينوا الحقيقة هاد المرأة اللي ماتت وخلات جوج بنيات. في هذا الفيديو غادي تجبروا جميع المقاطع اللي تتبين الكذوب ديال قلوش. بغيتكم تناقشوا هاد المقاطع اللي حطيت لكم في هذا الفيديو في اللايفات ديالكم مع المتتبعين ديالكم. تفرجوا في الفيديو حتى للنهايه، الله يحفظكم. راه ما سهلاش ساعه الفيديو كله مونتاج. شجعوني تفرجوا في الفيديو حتى الاخر، كومونتيو، لايكيو، بارطاجيو. تسمعوا الحقيقه في هذا الفيديو بلي هاد القردوش كان طالب منها الموافقه. غادي تشوفوا كيفاش عيشة واسيا ما كانوش عارفين بلي اختها داروا لها التشريح، كانوا في دار غفلون، كان كاذب عليهم. شوفوا الفيديو حتى الاخر وغادي تفهموا بزاف د الحوايج. شكرا لكم اخوتي. ديروا واحد الكويز داتاي، ما تمشيو فين، و سي بارتي. أهلا وسهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام مرة أخرى. اليوم خارج البلاطو انتقلنا إلى مقر منزل المرحومة سعاد. أكيد أنا تنطلب الأم ديال سعاد بنتي اللي حقتني على قلبي. بغيت نعرف سعاد بنتي شنو الأمر ديالها باش تماتت. بغيت نعرف هذا الشيء باش توقعت تماتت، لحقاش بنتي هضرت معايا صحيحة ما فيها حتى حاجة. حتى عيطوا لنا قالوا لنا اسيه، قالت لها نعم، قالت لها سيري عند امك. قالت لها علاش اختي؟ قالت لها سيري عند امك، اختك راه ما عرفت مالها تشلات. قلت لها كيفاش؟ قالت لها اختي هضرت معايا وتقول لي تشلات. كيفاش؟ قالت لها ما غنهضرش معاك حتى تجي للطبيب. مشينا للطبيب مخزن القنيطره، مشينا لخطنا، سلمنا عليهم هما قاعدين في الباب وهي بوحدها قدام الباب. ما عرفنا شنو وقع ليها. حنا مشينا باش غادي نتفاهموا معاهم نشوفوا شنو وقع لها. الفم مسدود، العينين مسدودين، ما تتشوفنا ما تتهضر معانا، الفم بحال اللي شاديه وضاربيه بستوكش، ما تتقدش تتكلم كاع مره. جهده تتبرك عليا هكا بيديها، تتبرك عليا بيديها. ما فهمتش هذيك الدريه اشنو بغات تقول لي. عيت من الدابز مع الهضره، ما بغاتش تخرج ليا الهضره. هادشي في الايام الاخيره ديالها، هذه في الايام اللي مشينا بعدها، مشينا العده الاولى. قلنا لها خلينا ندي بنتي للطبيب اختصاصي، خنشوف بنتي اشنو هاد الضرر ديالها باش كيفاش وقع لها هاد الشيء. ما خلاتناش. شنو اللي ما خلاتكمش؟ ما خلاتناش. اختو إيه؟ بنت اختك قالت لك لا؟ قالت لي لا. من بقات بنتي تتغوت وتتشوف خوتها بهذيك الحراره اللي فيها الكشكوشه تتخرج لها من فمها ومن ودنها، قالت لا من ليفها. قالت لا اختي خالتي شوفوا فينا الوجه، ولا خلينا نعتقوا اختنا نشوفوها باش نديرها غنديوها الطبيب اختصاصي. قالت لك ماشي حنا ما قديناش بها، باش غتديها انت؟ ما غتديهاش، باش ما بغيتي ما غتديهاش. بقاو غاديين يتشادوا مع بنتي. قلت لبنتي بردي عليا الوقت، خليني نشوف بنتي امرها كيف داير. قالت لي ندي اختي للطبيب، وهذا ما كان باش ما كان غندي اختي للطبيب. ما خلاوناش. من بعد شنو يوقع؟ واخا قبل ما تقول لنا شنو يوقع، هادشي اللي بغيت نقول. دابا هي في الاخر باش باتت، عرف شنو السبب؟ ما عرفناش السبب. شنو كان وقع؟ على الزواج هو اللي معذبه منه، هي اللي معصبه منه، هي اللي تتموت من هذا الزواج. المهم هي ما بغاش تعطي الموافقه. ما بغاش تعطيه موافقه. يعني بخلاصه انتم كتقولوا بان تقدر تكون ماتت بالفقصه. هذاك الشيء اللي قلت. هادشي اللي قلتي، هذه هي الروايه الاقرب الى الحقيقه. فين انا بغيت نتاكد ونعرف بنتي باش ماتت، باش نوضحوا للناس، لان بزاف ديال الناس ما عارفين شنو كاين في سك الاتهام وشنو كاين في الشكايات. هما راه ماشي داروا بيا شكايه انايا وقالوا لي انت اللي قتلتي لنا بنتنا مثلا وشي حاجه، الله يرحم سعاد ويجدد عليها الرحمه في هذا النهار. لا، هما تقدموا بشكايه من اجل معرفه سبب الوفاه. فوالا. الا بحال ما اذا كانت البنت ديالك ماتت بالفقصه، هذاك الشيء اللي تنقول انا في النظر ديالي، في نظرك. لكن مشاهدينا ما تهمك والو، ما تهمهم حتى شي حاجه. يعني ما يكون، حيت قلتوا بانه يقدر يكون وكلها السم، حيت شفتوا الكشكوشه ديال فمها. انا ما قلت لا السم، ما قلت لي شي حاجه. هذيك الكشكوشه اللي تترد من فمها ومن نيفها بغيت نعرفها علاش. هذيك هي اللي حرقاني في قلبي، وهي اللي ما تتخليش الناس يديني. بغيت هذيك الكشكوشه اللي تخرج لها من فمها ومن نيفها، بغيت نعرف بنتي باش. واخا يعطينا رايه في هذا الموضوع. لهذا غادي نتصلوا بالمحامي نبيل النوري.
الطريقه اللي ماتت بها بنتهم سعاد الله يرحمها، قال لك ودي باش ماتت كانت الكشكوشه خارجه من فمها، يعني كانت الحاله ديالها صعيبه بزاف، وعلى هذا وعلى اثر هذا الشيء شنو اختي شنو قلتي؟ قال لك الكشكوشه كانت خارجه من نيفها ومن فمها، يعني بعد 4 شهور اليوم العائله تطالب باعاده تشريح الجثه. انا على ما حكم التجربه ديال مجموعه الميستاس اللي تتكون فيها الحاله هذه، تكون الاكثريه ديال الكشكوشه يعني تتكون عندها علاقه نوعا ما كتقارير ديال شي تسميم. يمكن يكون تسميم. انا ماشي طبيب، ماشي من خلال التجربه ديالك، ولكن على حسب مجموعه ديال الميستات اللي تقريبا عندهم نوعا ما واحد التشابه مع هذه القضيه، بخا ما عرفتش القضيه ديالكم، فتكون الاكثريه ديال الكشكوشه او الزروقيه أو ممنوع بعد هذا الدواء هذا، ممنوع دوليا لانه تيتسرب بالفرشه المائيه. وتخفى كاينه قضيه اخرى ان امها ملي طلعت في القناه ديال شوف تيفي قالت لهم بنتي على سعاد، قالت لي الا فات حتى تحداني وتزوج الحسنيه انا غنقتل راسي، غنشرب السم ونموت. اوكي، اللي في التقارير شنو مكتوب؟ واحد اللي كينتحر باش يموت ياك. علاش المراه بقات تقول له مع تقوني ملي غتجي انتيا وغادي تاميني وتحطي لي شكايه ديال عدم تقديم يد المساعده وكذا وكذا، لا حنينتي اسمحي لي، شكون اللي قال لك ان العائله ديالي ما قدمتش يد المساعده؟ قدمت يد المساعده. واللي ما مديتو لهاش يد المساعده، خليتوها تافات عليها الحال وما ديتوها للسبيطار حتى لذاك النهار اللي ماتت فيه وهي كانت مريضه عندكم في الدار. هذه 3 ايام وهي كتموت بشويه بشويه عندكم. انا عمرني قلت انتحار، عمرني قلت سم، عمرني قلت شي حاجه. انا كنت نقول الموت هذه يا سيدة سال الأجل ديالها وتوفات. انتم فإذا بي أتفاجأ إخواني أخواتي، أتفاجأ أن الكلام ديالهم قبل التشريح الطبي كلامهم صحيح 100%. دونك وباش عرفتوها؟ إلا ما كانش عندكم يدكم في داك الشيء. انت كذاب وما عمرك ما تفاجأتي وما عمرك ما ذكرتي السم، بحيث انت عارف المرأة مسمى. ومني كنتي في السبيطار في لامورك وعرفتي داروا لك التشريح، راك عارف شنو كاين تما، بلي كاين شبهات وشكوك تسمم. ولكن مني عطاو لك الرخصه الدفن صحاب لك سلتي منها، خرجتي كتقول موتة طبيعيه، والورقه اللي حطيتي في المنتدى براسها تناقض، ما فيهاش موتة طبيعية، فيها ياتي ان اوبستاك ميديكو ليغال. المراه ماتت شاكين فيها من الديبار، ولكن ما بغيتيش انت تنوض العائله ديال سعاد بريكي تهضر وباغي تزرب باش تمشي تتزوج مع الاخرى في اليوتيوب. قلت الموتة طبيعيه ونسكت الناس. قلتي عندك نتيجه تشريح، صحابك خرجوا قالوا عندهم نتيجه تشريح، توتو قال لهم عندي شت نتيجه ديال التشريح موتة طبيعيه. كذبتوا على العالم، ومني حصلتوا قلتوا لا حقا الضرب في التشريح اولي ما اولي. داك التخربيق ديالكم كان غير تشريح واحد، تشرحت غير مره واحده. الطبيب اللي عطاك شهاده الوفاه، ما كنهضرش على الرخصه الدفن، شهاده الوفاه، هو بالاول شك بلي كاينه اعراض ديال التسمم. من بعد الطبيب دار ليها التشريح وما كانش النتيجه ديال التشريح. النتيجه ديال التشريح غادي تكون حتى يخرجوا النتيجه ديال العينات اللي تهزوا. الطبيب اللي دار التشريح دار تقرير تشرح الجثه، وهذيك كانت في الملف واجده. ملي مشات رقبت خديجه روقاني جبرت هذاك التقرير تشريح الجثه. وشنو شاف الطبيب اللي دار ليها التشريح؟ بلي الكبده منفوخه، بلي كاين المصارن زيد وهنا وهنا، وداك الكشكوشه الخانزه بلي كاين شبهات تسمم. وبنات عليه هذاك الشكايه اللي حطت بلي باغا العائله ديال سعاد بريكي عرفوا باش ماتت بنتهم، حيت كاين الشكوك بالشبهات التسمم. ما كانش ديك الساعه سريه البحث، كتفهم قيلوش ديك الساعه ما كانش سريه البحث. وحق خديجه روقاني تقولها العائله ديال سعاد بريكي ولصحاب القنوات.
ديك الساعه مازال ما خرجت الريزولطا ديال العينات، ولكن الطبيب اللي دار ليها التشريح دار واحد تقرير تشريح بالجثه، هذاك اللي بنات عليها الملف ديالها باش دارت شكايه بشبهه التسمم. فهمت عاقلوش وبركه من الكذوب. لا، السؤال الذي حيرني ومازال ما لقيتش له جواب هذه سنتين، باش عرفتوا السم؟ يعني قلتها لك من الديبار كاين شكوك في الوفاه، ياتيل ان اوبستاكل ميديكو ليغال، هانيك حطيتها لك شنو كتعني بالعربيه. ومني هاد المراه ما مضروبه بالفردي، ما مقيوسه بالموس، ما مجروحه، إذن شكوك كاين في التسمم من ديك الكشكوشه خانزه. فهمتي قليل ليش؟ مذكر. 1. قانون توضيح الذي يضاف إلى شهادة الوفاة عندما تكون الوفاة مشبوهة وليست لأسباب طبيعية، ومن ثم يتم إجراء تشريح الجثة والتحقيق. عمرني تكلمت على شي سم، طلعني تحفه وسولني ما سبب الوفاه، وقلت له الله اعلم انا باش غادي نعرف. وانا راني ما كنتش عيطوا لي قالوا لي يا سعاد مسكينه توفات الله يرحمها و فاذا بي شدتني الرادار ضربني الراس، ما فهمت والو. ويلي سعاد ما عمرني ما شفت شي منافق قدك. انت ملي ماتت المرحومه سعاد 32 عام، علاش مشيتيش قلبتي رجعتي تشوفي واش كان شي نتيجه دار ولا تشريح ولا شي حاجه؟ لا، انت منافق كتقلب غير باش تجري اليوتيوب، وربي عطاك واحد الضربه قاضيه. ما عرفتيش شنو مكتوبه تما، كون عرفتي شنو مكتوبه تما بلي الموت ماشي طبيعيه ما كنتيش غادي تخرج تقول له موتة طبيعيه. فهمتي القليليش؟ ومني كتهضر انا بعيد ونتفاجات والمراه كتموت النهار كله، عيطوا الناس بعاد وجاو، علاش ما جيتيش انت؟ مشغول ياك غير جوج سوايع ديال الطريق من ازرو القنيطره كتقيل طالع هابط طالع هابط، والنهار اللي المراه كتموت في الدار وكيجريو بها في السبيطارات انت ما جيتيش. عيطوا العائله وقالوا لهم واش تلحقوها ما تلحقوهاش، وانت مازال كتحلف فمك. مرة كتقول عيطوا ليك، مرة كتقول ما عيطوا ليكش، ولا يعقل؟ هما غادي يعيطوا امك واختك غيعيطوا العائله ديال اسيا واش يلحقوها وما يلحقوهاش وما يعيطوا ليكش، وتخلي دير راسك بعيد. شتي نقول لك داك القضيه غادي نبقى تما بعيد باش نقول لهم انا ما كنتش وندير راسي جاتني الخبر ديال الوفاه في اللايف. هذيك هي اللي جات لك التمام، ماشي برعاتك زاد شكت قاضي التحقيق بلي داك الشيء اللي كدير ماشي عادي، ما كاينش اللي غادي يديرها. والراجل كيكون مطلق من المراه وعنده ولاد مع مراه الاولى، ومني كتكون مريضه المراه الاولى مطلقها كيعيطوا ليه ولادو كيجي. فهمتني؟ انت مره انا ما كنتش، انا ما قالوا ليش، انا ما شفتش، انا ما والو، انت كذاب. وهذا الشيء اللي درتي خليتيهم المراه ديالك كتموت في داركم وانت جالس مع العاشقه ديالك في سيدي عدي، هذه هي اللي جات لك التمام وتاكدت الفرقه الوطنيه بلي هو انت هو مول الفعله. ما عيطتش ليا هي، ما عيطتش ليا امي، ما عيطتش ليا خوتي، ما عيط ليا حتى واحد. هنا كيبان الايمان ديالك جمال. كاين شي زوج ما كيدويش مع مرته النهار كله، ماشي هكاك. هضرنا اليوم فاطمه الغد لي ماتت، ما كايناش شي مراه راجلها ما كيدويش معاها 70 مره في الدقيقه وانت مسافر. راه كاين الواتساب فينك شنو كديري شنو، راه كان اهمال جمال. هادشي لا بلاتي ضرات ليا يديها الدواء السبيطار داو الدواء ما اتصلوش بك وهما كيقوموا بهاد الاجراءات. شكون هما؟ باش الدواء السبيطار وكذا وكذا ما اتصلوش بك قالوا لك اجي راه مراتك مريضه راه عند السبيطار. شوف هذيك اللحظه اللي وقع هذا الشيء هذا عيطوا عليا، ولكن انا كاين بعيد. فين؟ في ازرو؟ كاين انت في ازرو؟ ياك في ازرو؟ لا خارج من ازرو، انا في سيدي عدي وخارج من سيدي عدي 16 كيلومتر. يعني بحال تقول منطقه ما فيهاش المواصلات عربيه. كنت مع واحد الدراري اصدقاء ديالي اوكي في واحد المنطقه اللي هي سميتها ام الربيع وعيط عرفتها اللي هو سميتو سبيطار الغابه الادريسي. ولكن راه كلشي مشات ولات حتى الراجل يخونها مسكينه. شات في الفيديو تيركب الخاتم
الحسنيه. مسكينه شافت في الفيديو تيركب الخاتم الحسنيه. عمرني ركبت شي خاتم الحسنيه. وتحية الزروالي باش حضر العرس. حنا خصنا نحضروا معانا وراه ما تعرفوا عليا انا الاولى. لا شاف لازم نقول لها حاجه. انا نكمل عليكم بالخير صافي. عطيتها لك قبل حسنيه. اسمع خلوني نهضر هذه ماماكم نرجس واقفه هنايا. بغيت نسمع كلمه من عند جمال وكلمه من عند الحسنيه. القبول ولا شنو؟ يلا العالم دابا يلا شنو ما تحشموش. هو يقول هو الراجل هو يقول هذيك قولي صافي سكوتو. على قناة نرجس الحارتي تم الخطوبة ديال عيشة. ملي كتهضر على ركبتي الخاتومة كتهضر على الخطوبة اللي درتي في الشارع قدام العالم. اوكي الله يرحم الوالدين. وما قالوا ما عندهاش تليفون. كيفاش دارت شافت في الفيديو؟ واخا هاد بنتك اللي قلتي تعقدات كانت كتشوف الفيديوهات ديالك مع حسنيه؟ كانت كتشوفهم، والمرحومه حتى هي كانت كتشوف الفيديوهات وهي اللي كانت موافقه. كنت تقول لي الخدمه ديالك خدم على راسك، لان هي عارفه انني خدام عليها وخدام على جوج بنيتات من اليوتيوب خدام عليها هي وخدام على جوج بنيتات وخدام على العائله ديالي. فعلاش وانتوما في الطبيب مع الام ديالي وسعاد باقا حيه، فعلاش سكتوا؟ عباد الله علاش ما قلتوش الطبيب واسي الطبيب؟ علاش تقولوها في اليوتيوب؟ كنت تقولوها للطبيب قبل ما تقولوها في اليوتيوب. الطبيب كان قدامكم، علاش ما قلتوش واسي الطبيب؟ وراه بنتي كانت تقول لي وانا غنشرب السم وغنتحر، وقوليها للطبيب غيغسلوا لها المعده وغادي يعتقوها وما غاديش تموت. اسمع اخنز الدنيا. المراه ماتت الله يرحمها النهار اللي ديتوها للسبيطار، والتقرير تشريح الجثه بين بلي كلشي كان داب فيها مصارنا، كلشي السم جرى فيها. راه غسل المعده كدار ملي كيشرب واحد السم وجوج سوايع فاتو، ماشي تا كيكون السم قضى على المراه خدم خدمتو. قول لي باش تكون داك الحاله ديالها مني دار ليها التشريح طبيب، راه مريضه هذه 3 ايام، راه كان عندها اعراض في الدار، راه كانت عندها لا دياري سونغلونت، راه كانت كتشكى، راه ما يمكنش وصلت لداك الحاله في داك النهار هذاك. عرفتي علاش المكلخ؟ بحيث السم تياخد الوقت باش يدخل في الجسم، كاينه لا ديجيستيون. ما تعرفيهاش لا ديجيستيون؟ الوقت باش كتاكلي، الوقت باش كتبقى الماكله في الاستوما، الوقت باش كتنزل في المصارن الصغار، الوقت باش كتنزل في المصارن الكبار. هذه كتسمى لا ديجيستيون كومبليت. هذه كتاخد الوقت، كتاخد 24 ساعه. اذا اللي كلاتو ما كلاتوش داك النهار، كلاتو قبل، والاقل عطى الاعراض ديال المعده ديال لا دياري اللي دايرين راسكم ما فاهمينش. حتى المراه قطعت الحس عاد معيطين للعائله يا المجرمين. انا ما كنتش معاك ملي انتيا قالتها لك بنتك، انا ما قلتيهاش ليا، فعلاش كتمتي هاد القضيه وهذا الامر خطير؟ الله سبحانه. بنت باغي تدخلنا في العقل بلي مراتك مشات تشكى لامها بلي باغا دير شي حاجه في راسها وانت ما في خباركش. انت عندك الامور زوينه في الدار، عيطتي لها ابل فيديو ما قلت لك والو. هادشي اللي بغيتي تقول لي هنا؟ هاد شي واحد ما غيتيقك،
المراه اللي كتكون عندها مشكل في الدار كتمشي تشكل ماها، علاش غادي تمشي تشكل ماها الا ما كانش عندها المشكل معاك؟ طالب منها الموافقه. اوكي يا المنافق يا الكذاب. اسمع مزيان، راه حتى شي واحد ما غيتيقظ، خصوصا واحد القاضي التحقيق اللي بحث في جريمه قتل عن طريق التسميم، تقول لي انا مرتي قالت لامها راه بغات تنتحر وانا ما في خباريش. كاينش هادشي ما كيستقبلهاش العقل، فهمتي عقلي ليش؟ وكنسمع دابا بان ام المرحومه كتقول بان بنتي كتقول لي غنشرب السم وغنتحر بدون العلم ديالي، وليس لي علم، ما عارفش حيت كون قلتيها لي انا ولا قلتيها لامي. لو كنت قلتوها لامي راه امي ملي داتها للطبيب الاول غتقول له سعد الطبيب هذه راه مرت ولدي وبنت اختي وبنت اختي، راه كانت تقول الام ديالها غتنتحر، كانوا غاديين يفحصوها وكانوا غاديين يعتقوها، وعلاش سكتوا؟ نتوما كنتو عارفين ايه هضره كدوز بين امي عيشه وبنتها؟ بحيث سعاد ما كانش عندها التليفون ديالها، كانت تهرس، هولا هرستو عليها، بقات كتهضر غير بالتليفون ديال اختها، كتعطيوها لها التليفون ماشي مشكل، خصوصا بلي التليفون مراقب. ملي كتدخل سعاد تهضر مع امها في البيت ديالها نتوما كتصنتوا عليها واحد التليفون اخر، بحيث داك التليفون اللي عاطينه لها ملي كتهضر به، ملي كتطلب لها ملي كتطلب لكم التليفون مراقب فيه واحد العيبه. اذا ما تجيش تضحك علينا دابا، انت كنت عارف داك الشيء اللي قالت لامها وطبقتوه عليها وقلتو حتى الا وقعت شي حاجه راه والديها شاهدين بلي المراه قالت غادي نتسحر، وهذه كانت غير هضره. ملي كيكون بنادم ساعات الغضب، سعاد بري كانت كتخاف من الله وكتصلي، عمرها ما كانت غادي تادي راسها باش تخليك انت قضيه خاويه ودير ما بغيت. واش من نيتك غادي تخلي لك الطريق خاويه وتمشي تادي راسها وتضحي براسها وتخلي بنيتها باش انت تبقى على خاطرك ودير راسك انت ما عارفش؟ لا كنت عارف، خصوصا قلتها لك حتى انت من تصدع عندك في الدار معها على قبلة الموافقه. سمعتيها خنز الدنيا؟ ديت لحولي وديت ومعايا خوالي اللي نكرهوا اللي ما عمرني ما نتسالم ولا نتصالح معهم الى ان تقوم الساعه، حتى عند الله، عند الله سبحانه وتعالى، وناخذ حقي في كل واحد من عائلتي كتم شهاده الحق. ما كاينش اللي خليني انا بعيد ولا لا، نتوما حاضرين سكتوا كتمتوا شهاده الحق، ما نسمح لكم لا دنيا لا اخره، لا دنيا ولا اخره. انا بغيت غير نعرف علاش هاد العائله ديالك كامله غادي يكونوا ضدك وما يبغوش يشهدوا معاك ولا ما يبغيوش ولا يقولوا فيك شي حاجه كذوب؟ واش هما غادي نساو سعاد بريدي؟ راه قضيه فيها الروح، علاش غادي يكونوا ضدك؟ هاد الناس كاملين خايبين، غير انت اللي زوين. هاد العائله ديالك كلها خايبه، غير انت اللي زوين. وخارج دابا باغي تهاجمهم جاسوس ما جاسوس، بحيت شتي في المحضر شنو قالوا، ما كذبوش، قالوا الحقيقه، ولا الهضره ديالهم خرجت ضدك هذيك حقيقه، ما علاش باغي تغطي عليها؟ وخارج دابا غادي تهاجمهم، غادي نقول لكم شكون جاسوس وشكون هادي وهادي، لا، قالوا الحقيقه شنو شافوا عليك، ما كذبوش عليك. الروح عزيزه عند الله. بنتي السم كذا هذا، فعلاش ما هدرتوش قبل الربيع؟ لا تهضروا في الربعيان، غتهضروا في الخمسيان، غتهضروا في السيام، غتهضروا في السبعيان، وعباد الله وتتفوتوا الربعين. هاد الكلباوي تيقول لهم علاش ما هضرتوش قبل؟ راه كانوا كيهضروا كيطلبوا كيرغبوا، عطينا الكواغا تقول لنا باش ماتت بنتنا، قلبهم محروق، هو سارحهم، كيقول لهم غدا نعطي لكم، لا ما تعرفوش لا ما تفهموش. الدرجه امي عيشه واسيه ما عارفينش بلي بنتهم داروا لها التشريح، ما عارفينش، ما قالها لهمش. تا مشات خديجه الروقاني ترقب على الملف وجبراتو محلول، وجبرات في الملف تقرير تشريح الجثه، وبلي تهزو عينات وتصافتو غادي تصيفطو للابوغاتوار باش يعطيو النتيجه ديالهم.
وما قال لهم حتى شي حاجه. حتى مشات خديجه الروقاني ترقب الوقيته فاش جا عندهم الصحافي الوانكم كانوا مازالين ما شادين خديجه الروقاني. رحنا عاد تفجرت القضيه 7 شهر 5 2022 فاش جا عندهم الصحافي. وتسمعوا عيط لهذاك المحامي النوري وكيسقسيه بلا حياة بلا حشمه، قال لهم علاش ما هضرتوش قبل. هو ضحك عليهم وكاذب عليهم ومغطي عليهم على الحقيقه. ما قال لهم شتا بنتهم داروا لها التشريح ومساكن باغيين غير يفهموا كيدوروها في راسهم مصدومين من الوفاه ديال بنتهم. والحوتاله الاخرى كدير فيديوهات كتقول لهم نورا كتقول لي يا ماما لن نعلم ما يحشم يا مسخطه المجرمين متطبيعيه كيقول لهم ولد الحرام. باش تفهموا اخوتي في هذا الفيديو تيطالبوا المراد يشوف معهم باش يمشيو يديروا تشريح الجوت، يخرجوا الجوت يديروا له التشريح حيت ما عارفينش بلي فايت دايرين لا تشريح. ما قايلها لهمش داك مسخوط الوالدين. هاد الحاله هذه الا كانت القضيه ديال الكسكوسه ما نعرف انا على حسب التصور ديالي. دابا اليوم بعد مرور 4 أشهر العائله تطالب باخراج الجثه وتشريحها، وقال لك بانهم حطوا طلب عند السيد الوكيل العام. بطبيعه الحال ولكني اللي كيقول لي ما كتقلبش على الحقيقه ديال سعاد. لا انا الحقيقه ديال سعاد ما غتنساش عليها، كل من كان سببا في موت سعاد والله. سمعوا لي قال لك باغي حق مراته كيدور على شكون اللي قتل مراته ولا شكون اللي سممها ولا شنو وقع لها. سمعوه اش كيقول عن توفو. قال له ما بغيتش نعرف النوع ديال السم نهائيا. سي جمال انت مقتنع بان مراتك ماتت مقتوله؟ خويا التشريح الطبي اثبت ان هناك تسمم، دونك كاينه شي حاجه. انا واش شفتي التقرير اللي صدر مؤخرا؟ شفتي التقرير اللي صدر مؤخرا حدد حتى نوع المبيد اللي ماتت به سعاد. شوف خويا تحف، انا نقول لك واحد الحاجه. انا الاسره ديالي تعاني، اوكي. مراتي كانت على وشك الولاده، فانا ما بغيتش نعرف النوع نهائيا. فانا ما بغيتش نعرف النوع نهائيا. فانا ما بغيتش نعرف النوع نهائيا. والله العظيم كنعرف لا خالي لا خالتي لا عمتي لا عمي، كنعرف من تستر ولم يقدم يد المساعده لسعاد وهي في مرحله خطر ولا حاله خطر وما قد وعباد الله ما بلغتش السلطات. هذه جريمه. لا سعاد مرحبا بك، هذه جريمه. ورا انت اللي ما مديتي لاش يد المساعده وجالس يا مربع مع عشيقتك بخلي مراتك كتموت والجيران حداها يا السعايه الطلاب ما العائله ديال المرحومه سعاد تصلوا داروا اجراءات قانونيه اللي وصلوك دابا للجنايات. راجل تيقول لا راه ما عندها حتى واحد، راه ما عندها حتى واحد. السلام عليكم ورحمه الله. راجل تيقول لها راه ما عندها حتى واحد. فين قلت انا شي ما عندها حتى واحد؟ الله سبحانه وتعالى. المهم مرحبوا بنا الله يجزاهم بخير. بدينا تنهضروا هذه شويه من هضرنا مع القضيه ديال واش توجهتي لمدينه قنيطره ومشيتي للسبيطار بعد مفهوم هذا المستشفى والمستشفى الادريسي اللي هو معروف بسبيطار الغابه. قال لي اكيد مشيت لتما وداك الشيء. قلت له الوغ من بعد شنو كاين؟ قال لي يا ودي انا كنت جالس، انا ما تنعرف حتى شي واحد تما، ما عنده واحد العين مسكين، عنده واحد العين ما تيشوفش بها مزيان وداك الشيء. قال لي بقيت تنتسنى في حدا مستودع الاموات. لقى بنته ماتت ديك الساعه. فوالا لقى بنته ماتت وداك الشيء. وما مشاوش ما معاودوكش، ما مشاوش في الاول حيت كانت قالت لنا الاخت ديالو بانها مشات لقاتها كتحتضر كشكوشه خارجه من فمها. ما كانش معاهم ديك الساعه. لا ما كانش معاهم مسكين. قال لي انا ما كناش معاهم وداك الشيء. والغريب في الامر اخويا مراد اللي زدت اثرت فيه من الداخل وحطيته في المقام ديال الاب ديالي، راجل كبير ما كبير غير الله سبحانه وتعالى. قال لي واحد اللحظه، قال لي انا جالس تنتسنى شي واحد يجي من العائله باش نخرجوا المرحومه، ويتفاجئ واحد اللحظه جا عنده السيكيوريتي قال لي ودي شو زدت عمي، راه راجل بنتك راه داز راجل بنتك من هنا وداك الشيء. قال لي انا ما شفتوش، وراجل بنته اللي هو معني بالامر مشى عند الطبيب سولو قال ليه
واش ما عندهاش ولي الامر ديالها. نطق اللي معني بالامر قال لي ودي هاد السيده هادي ما عندها لا اب لا ام، مقطوعه من الشجره. انا من عاودها لي الاب ديال سعاد، والله اخويا لا ما بكيت. بحال زعما بغيتي تقول انه استعار منه ما بغاش بحال اش نقول لك ما رضاش فوالا ما رضاش، لانه ولا لاباس ولا عليه، فهمتي كيفاش؟ لان تيقول لك واحد ما يمكنش واحد الامراه عاشت مع واحد الزوج ديالها اللي هو ولد خالتها عاش مع اكثر من 12 سنه و12 عام غادا حتى 14 عام، ولدت مع 2 بنات وهو معيشه بالعذاب وتولد مع 2 بنات. شي واحد ما كيحملش مرته وما كيبغيهاش وكارهها ودير يولد مع 2 بنات شي بوحدها. 14 سنه ديال الزواج ماشي فتره قليله، لا فتره كبيره. كيفاش كانت علاقتك مع الزوجه ديالك؟ هو شوف، هو انا تزوج زواج تقليدي. زواج ديال انا باقي صغير، باقي ما كنعرف والو، الصور ديال الزواج راه كيتبتو هذاك الشيء، باقي انا ما عرفتش شي حاجه. الزواج ديال العائله، حنا عندنا داك لونتوراج ديالنا في العربيه، خاص تزوج من عائلتك ما تزوجش من البراني. تزوجنا واحد الزواج اللي هو تقليدي، زواج فاشل، زواج صبرنا عليه قبل الوليدات وصف، لان كانت تكون دائما واحد القطيعه. عاود لينا كيفاش تزوجتي، كيفاش الزواج ديال العائله، وكيفاش كتقول انه فاشل، كيفاش حتى فشل؟ الزواج فاشل لان هي مسكينه السيده الله يرحمها. انا صراحه ما بغيتش نتكلم في هادشي، لان ما نبغيش البنت ديالي تشوف هذا الكلام هذا ولا تسمع هذا الكلام اللي غادي نقول. قول لنا الصراحه. الصراحه هو ان الزواج كان فاشل، الزواج ما كانش من اختياري وما كانش من اختيارها، مي كان احنا عندنا عيب وعندنا حرام كاع، انا كيحرموا ان المراه تطلق، المراه المطلقه عيب في ديك الدوار ديك المنطقه. هذا هو اللي كاين، باش نخليو ديك العلاقه ديال الام ديالي مع الخوت ديالها وما تقطعش ديك صله الرحم، خاصني نصبر انا وتجي الدقه فيا. وفوقاش اكتشفتي بانه الزواج فاشل؟ في العام الاول. شحال العام الاول؟ علاش العام الاول اكتشفتي بانه الزواج فاشل وبقيتي مستمر فيه لمده 14 سنه؟ تفارقنا مده ورجعنا وتفارقنا مده ورجعنا وتفارقنا مده، كنا دائما كنتفارقوا. دارت جبات وضرباتو عليهم، دارت السعايه وسعات عليهم، تقليدهم عليا هنا ولا قالت لك سعاد كانت كتسعى علينا. اذا ملي كتهضر هي على السعايه كنتفكر انايا الكلام ديال دري قال لك اخت المرحومه كانت تعيط له كتقول له وصل المرحومه للدار، وقال لك دري كيعترف بعضمه لسانه كيقول بانه انا وكنت كنوصل سعاد وكنحطها قدام الجامع سيدي سليمان بشي ساعه، وهذيك كتهضر على السعايه. السعايه وسعات عليهم السعايه نهار رمضان تتمشي تتشدها وتتقلب لها جلابه باليه تتلبسها وتتقعد معاها وتطلب تعطي الله هذه اختك هذه اختي. مشاهدينا الكرام هذا موضوع خطير وخطير جدا، سمعوا شنو كتقول الام، كتقول بان البنت زيزي كانت الاخت ديالها كتعطي لبنتها جلابه كتقلبها وكتخرج كتسعى بها قدام الجامع. واش الاخت امي قالت لك كتشد الجلابه وكتقلبها وكتلبسها سعاد وكديها كتسعى بها قدام الجامع. يعني بعد جوع، لان الجوع فيه اصيل. علاش نهار الاول ما كنتيش معروف وما كان عندك والو، وكنت تتسنى المرحومه ديالك ملي كانت مسكينه الله يرحمها ويواسيها برحمه الله، كانت تمشي لها بالجامع تتسعى كاع تنسى الله. هاد القضيه هذه ديال الام ديالو كتمشي للجامع ديال كتسعى، واش هذه المعلومه صحيحه ولا مجرد انهم غير من دابزوا وقع بيناتهم الخصام ولا كيشروا الاشاره؟ هاد القضيه هذه ما غاديش تجاوب عليها انا، غادي نعطي الميكرو نوصل ديالي ونجاوبكم مرة. انت عندك المعطيات؟ عندهم معطيات لان هادشي بدات المعطيات ديالي كامله. هاد القضيه انت متاكد من هاد القضيه؟ متاكد. السلام عليكم. قناه الوانكم غنيه عن التعريف، وخويا مراد غنيه عن التعريف وغنيه عن المصداقيه، وتنعرفوه من نهار بدينا في اليوتيوب وحنا بدينا تنعرفوا خويا مراد، ولينا شرف كبير خويا مراد، وشكرا على الاستضافه. خويا مراد انا جمال واحد الانسان ما باغي له لا حبس، ما باغي له لا حتى شي ضرر لما كندير حتى شي حاجه، انا عارفه جن وشيطان ولكن ما باغي له لا حبس، ما باغي له ولا ما كندير حتى حاجه. الله يفك وحيله. تنعرفوا ولكن ما تنعرفوش. انا ياسين هو الصديق ديالي، ياسين صديق ديالي تعرفت عليه قنيطري، وكان المهم نهار فاش طرا المشكل ديال سعاد قلت واش هذا انا كنت ندافع على واحد خينا شنو داير وشنو داير، انا ماشي شغلي فيه يكون قتلها ولا يكون انا اللي شغلي فيه انه العذاب اللي كان مدوز عليها، لانني كنت نشوف اللايفات ديالو سيدي عدي، وديك السيده اللي معاه هذه الزوجه ديالي وانتم شغلكم، وديك السيده اذا اللي كانت الزوجه ديالو، اذا نشوف الاحوال ديالها هي ديك. غوت على ياسين قلت له ياسين تكون درت واحد اللايف وقلت له بان راه كنت صيفط الطلب فين البلاصه اللي كنت صيفط الطلب، هو يقول لي واحد الجامع سميتو الهدى، وداك الجامع سميتو الهدى راه في حومتي في ولاد وجيه، وتنعرف دوك الناس كاملين اللي في داك حدا جامع الهدى. انا ما مشيتش عند واحد حكا تيبيع ديطاي ولا واحد حكا مسكين ما عندوش ولا واحد ما عندوش يقولوا الناس بان راه هذا السيد هذا راجع عند واحد دبر عليه، ولا مشيت عند واحد السيد اللي عنده قهوه مقهى ديال مراد خالدين ولد ولاد وجيه، مشيت سولته عطيته التصويره ديال هذه السيده سعاد الله يرحمها،
وريتها ليه، قال لي هذه السيده كانت تجي تطلب عندنا هنايا. صافي داك السيد انايا فاش شفتو كانت تدي مرته تطلب وهو كان ما عرف شنو تيصور، وداك الشيء بان لي انسان ماشي عادي، انسان انتهازي وانسان خايب، وبغيت نبري راسي منه انايا على داك الدفاع اللي كنت ندافع عليه. انا خارج من هذه العمليه لان داك السيد اللي دار راه ما تيديروش الرجال وما تيديروش ولاد قنيطره، الرجال اللي ما عندهمش ما ياكلوا وتيمشيو للموقف ويجيبوا عيالاتهم ياكلوا ما يخرجوهمش يطلبوا. وهذا السيد هذا كما تنشوفوا حنا في اليوتيوب، راه حنا كما يوتيوبر تنعرفوا هذاك ولاعب قدرني راه قلتو هادشي اللي كاين. عطينا الشهاده ديالك عرفتي انت متسولة. كما قلت لك راه مشينا للجامع الهدى، ومشيت لواحد القهوه اللي ملاصقه مع جامع الهدى، مولاها الصديق ديالي، وريته التصويره قلت له واش تعرف هذه؟ قال لي هذه كانت تجي تطلب هنا بدون ترديد، وقال لي نشهد بها امام العالم، يجي هو براسو قال لي نشهد بها. ولا بغيتي اخويا مراد نديك انت مصداقيه وانت لا من هاد الجهه لا من هاد الجهه، غدا بالطوموبيله نديك لعند هاد السيد ويقول لك بعد ما اللسان ديالو باش تعرفني انايا راه ما تندير شي حاجه اللي ما تكونش هي هذيك اخويا مراد. كاين شي سؤال؟ ما كذبوش عليك، امك كان كتسعى، وكاين واحد الفيديو دايره تمثيل دايه معها ولد بنتها هذاك الصغير كيسعى قدام الجامع وكتقلب جلابه ديالها. هذاك الشيء اللي كديروا كتوليو تطبقوه كتمثيل في الفيديوهات. هاد الفيديو راه دارته امك، هادي شي 3 سنين دابا. امك كانت كتسعى، وسعاد بريكي الله يرحمها حتى هي كتسعى، وهذا الشيء كله في خبارك وما راضيش تقولها للناس، بحيث لو لقيتها فاش هما كيسعاو وكيخدموا على برا انت جالس في واحد البيت كتخبط في عباد الله، حتى المشاهده ما عندكش، تجا الزروالي وطلع لك الشان، فهمتني؟ وانت مجرب حثالات المجتمع، كذاب منافق، قادر دير اي حاجه على ادسنس، على الفلوس، على اليوتيوب. راه بنادم بحالك اللي متهم كيمشي يغبر يتخبى. لا هو عطيني باش نمشي نحلق. انا كنقول سعاد عطيني باش نمشي لعند الحلاق نحسن راسي، سيرو عطيني باش نتقهوى. كنقول لها عطيني باش نتقهوى. امي عيشه ما كتكذبش. سعاد بريكي كانت كتعطيك باش تمشي للقهوه، باش تحسن، باش تشري كارو، بحيث ما خدامه ردام ديك الساعه. اليوتيوب ما كنتيش معروف، حتى مشيتي عند نعيمه البيضاويه اللي طلعت لك الشان حتى هي. هاد اللقاء الصحفي اللي داير فاش مشيتي مقنيطره لمكناس، شكون اللي عطاك الفلوس باش تمشي لتما؟ ماشي لك نجوى اللي عطات لك 300 درهم، سعيتي لنجوى 300 درهم باش تمشي يا الديوتي تحضر قدام المحكمه في الوقفه اللي كان داير يوسف الزروالي. اذا مي غادي تطلب 300 درهم للبنت مسكينه ما عندهاش ما خداماش، بنت باب الله على قد الحال. سعاد كانت كتعطيك باش تحسن تكمي وتضحك على البنات وعباد الله. هذا المقطع اللي غادي تشوفوا كانت في البدايه ديالو في اليوتيوب، فاش عطات ليه نجوى باش يمشي يحضر في مكناس باش يشوف الزروالي. انا ما كان عنده لا فرانك لا والو، وديك الساعه راه كان ضد الزروالي، كان كيدافع على نعيمه البيضاويه. هذا هو الكونتكست ديال هذا اللقاء اللي داير قدام الصحافه. التقييم ديالي لهذه الوقفه هذه، اغلبيه الناس اللي شفت انا الناس محتاجين للمساعده، جايين باغيين يعطيو الارقام ديالهم، باغيين يساعدهم. اغلبيه الناس باغا المساعده. الاصدقاء ديالي جايين باش يوصلوا الحق، ما جايين ما مع الزروالي ما ضد الزروالي. حنا عندنا متابعين ديالنا اللي طلبوا منا اننا نوافيهم بالاخبار اللي غتوقع في مدينه مكناس، هادشي اللي كاين. وكاين الناس ديالو اللي جاو حاضرين معاه، نتوما عارفين ما يمكنش يمشي شي بلاصه وما عندوش الناس ديالو. المهم كاين الاغلبيه ديال الناس المعوزين، الناس اللي محتاجين للمساعده، هادشي اللي كاين اخوتي. عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. خوتي وخواتاتي، حنا جينا اليوم لمدينه مكناس، المحكمه الابتدائيه في مدينه مكناس، باش نشوفوا الوقفه الاحتجاجيه. واحد السؤال، هو كان قال لنا بانه ما طلبش من الزوجه ديالو الموافقه باش يتزوج بحسنيه، قال لك ينفي جمله وتفصيلا انه طلب من بنتك الموافقه. واش فعلا جات طلب من عندها؟ كانت عاودت هي عندها الموافقه ما قبلتش، هادشي قبل ما تموت قال لها عطيني الموافقه انا نتزوج. هادشي كيفاش عاودتها لك باش تقشي الخبر؟ انا بنتي عاودتها لي قالت لي ما قلت وانا نعرف راسي نموت وما نعطيكش الموافقه باش تتزوج. قالت لها انا مين نعرف راسي نموت وما نعطيش الموافقه، بالرغم من انني انا عمري ذكرت شي موافقه ابدا، ويسرى بنتي راه على قيد الحياه. اللي غادي نحط لكم دابا ديال المداخله عند حسن مول الصلحه. سمحوا لي الصوت ديالو ما واضحش مزيان، ماشي من عندي، من عند مول الصلحه.
حيت مول الصلاة غادي يقولوا لك قلتي لي طلبتي ليها الموافقه، بحيث ملي تفرجت القضيه مشى لعندو وقال له يا قلتي لي جيت لعندكم وقلتوا لي غادي تتزوج وانت عندك امراه في الحياه، قالوا لا هذاك الوقيته المراه راه كاع عطات ليه الموافقه باش كذب عليه باش قالها له دابا. وشتو كي كيتفتف وباش تعرفوا هاد الهضره اللي قال ليه مول السلعه، ياك مول السلعه صاحبو ما غاديش يكذب عليه وحنا عارفين وعنده المصداقيه، مول السلعه ما غاديش يكذب عليه. ملي قال ليه هي قلتي لي عطيتي لي عطات لك الموافقه، بقى كيتفتف حتى للدرجه ملي سقساه شحال عندك في عمرك ملي تزوج ما عرفش حتى يجاوب، باش تعرفوا كذاب، واحد كذاب بروفيسيونيل. وراه صدمو السؤال ديال مول السلعه اللي بقى خلاه غير كيخرج ويدخل في الهضره. شوف جمال اسمع لي الله يرضي عليك. جمال اسمع لي الله يرضي عليك. غادي نحبسوا واحد النقطه هنايا. حنا هذوك الناس ما طلعناش نهضروا عليهم، واش نكونوا واقعيين. هاد خالتك ولا بنت خالتك هذا الا بغينا نهضروا عليهم خصني ندير لهم حلقه اخرى ولا ندير لهم فيديوهات اخرين ونجبد لهم موضوع. غادي نرجعوا لواحد النقطه كيف قالت لك فاطمه الزهراء، الوقيته اللي كنتي انت في سيدي عدي وحنا كندافعوا على الحسنيه وكنباركوا لكم الزواج ديالكم، كنقول لكم تزوجوا والمتابعين باقيينكم، وانت مزوج ديك الساعات قلتي ليها بان كتعطيك الموافقه. مازال معنا ياك؟ قلتي ليها كانت تعطيك موافقه. اجا انا نسولك الله يرحم باك. شوف غادي نسولك وما تقوليش الخصوصيات ديالي. خاصك تتزوج نتايا. شحال كان في عمرك؟ ماشي بزاف، 17 عام ولا 17. والسيده المرحومه شحال كان في عمرها؟ كيفاش؟ ودابا انت عطيتيها بان كنت اصغر منها. دابا انا قلت لكم على بغيت انا غير الوقيته شحال كان في عمركم وجوج فيكم؟ كنتو قل 18 سنه؟ لا ماشي قل من 18. كبر من اكثر من 18 سنه؟ 20؟ لا كاين 18. ما ضعناش خلينا الله ما غاديش نهضروا على الله. واحد الحاجه واحده اخرى، واش كان بيناتكم شي حب ولا غير الزواج تقليدي؟ خالتي كيف كان هذا الزواج؟ غير زواج تقليدي. خالتي هي اللي جات لعندنا من دار هنايا وبقات الامر ديالي صقلها. ولكن المره الاخرى فاش جا عنده كذا الموافقه قلت له واخا نشرب السم ما نعطيش الموافقه. كنتسنى عندنا شي زعما صابره على قبل بناتها هادشي وهاد العدد كله على قبل بناتها يلقاو تما، حيت عندنا هنا في العربيه متقسم وعندنا في المدرسه كنت صابره على داكشي كله. المدرسه كاين هذا دارهم كذابه. قلت لك حنا على قبل بناتها يلقاو تما، حيت عندنا هنا في العربيه متقسم وعندنا في المدرسه كنت صابره على داكشي كله. المدرسه كاين هذا دارهم كذابه. قلت لك حنا مكرفسين وما كايناش المدرسه وتسامروا ودايره قضيه هزه على مو خواتاتو. ولكن ملي دخلت البنت ديالي للمدرسه تماك شويه وليت كنزير على راسي باش البنت تقرا، لان المنطقه فين كيسكنوا هما ما كاينش مدرسه تماك بعيده بكيلومتراج طويل، يعني الا مشات لتماك ما غاديش تقرا وهما غير كيدعيو بالزلط والبنات ما غيلقاو ما ياكلوا وغيتشردوا وشويه يعلم الله فين غادي يتلاحوا. صبرت على وجه ديك البنيته، صبرت على وجه البنيته. كنتي كذوب وحنا جايين شنو قالت في السؤال بلاتي؟ اسيا في السيمانه هضرت مع اختو في التليفون، حتى هي ما عندها التليفون ودايره لا مسكينه التليفون مكرفطه ما عندها التليفون ما يمكنش دير. شي سيمانه هضرت مع اختو ودابا حنا كنا مكرفسين عليها. واش اختي غتعطيها التليفون باش تهضر؟ بالعقل المتابع التليفون الا بغات تدوي معنا تعيط لنا مع اختو خواتاتو تيجيبوا لك التليفون تقول ما بغيتش ندوي مع اختي ولا مع امي. واخا عطيها السيمه مار اسيا في السيمانه هضرت مع اختو في التليفون، حتى هي ما عندها التليفون ودايره لا مسكينه التليفون.
كما سمعتوا ام عائشه راه ما كذبتش ملي قالت لكم بنتها ما كانش عندها التليفون داك الوقيته كتهضر بالتليفون ديال اختو، وهو ما ناكرش حيت عارف الخبره دارت وعارفين منين كانت كتهضر المرحومه سعاد مع عائلتها. يدير المراه في 2022 ما عندهاش التليفون ديالها، ويجي يقولوا لك شي وحدين باش عرفتو كان هاملها، وتا داك التليفون اللي كيعطيو لها باش تهضر راه فيه اللعيبه، كتهزو مسكينه سعاد ولا تمشي تهضر به في البيت ديالها وما كيتصنتوا ليها من جوايه اخرين دايرين واحد اللعيبه في داك التليفون. فهمتوا؟ راه المراه ما كانش عندها التليفون ديالها، هو براسو كيعترف كيقول لهم بلا ما يقشع ابل فيديو. منين غادي تهضر ابل فيديو بالتليفون ديال العدم؟ المراه 2022 ما عندهاش التليفون، وهو كان عنده 3 نمرات ديال التليفون فيهم واتساب، حيت كانوا عندنا 3 النمرات ديالو، واحد ديالو واحد ديال القناه واحد كيديروا مداخله، والمراه مخليها بلا تليفون. ويجيو شي وحدين يقول لك لا وكنا كنتعاملوا معاها مزيان، كما كناش كنتعاملوا معاها مزيان ما نعطيولاش التليفون، ولا التليفون دايرين فيه لعيبه علاش كتعطيوه لها؟ حيت كتصنتوا ليها شنو كتقول. راه كاينه واحد لابليكاسيون كدار في التليفون، كتكون عندك التليفون في يدك كتدخل فيه داك لابليكاسيون وتحط فيها واحد النمره اخرى، اي مكالمه اي ميساج دخل وصل لداك التليفون كيجي للتليفون اخر. شوف انا سعاد راه انا هضرت معها اليوم، الغد لي راه قالوا لي توفات، انا وياها هضرنا ابل فيديو الامور بخير. هذا هو المشكل، انا ما كاينش في الوطن. كنت انا بنادم استاجور وخاص القائدين والمراه ديالها كتموت وانت ماشي كتموت. نو دابا المراه ديالي كانت صحيحه ما فيها والو. تخيل معايا انه انا هضرت مع ابل فيديو هكا في العشيه، يعني ما كاينش شي ولا شي كانت مريضه ما مريضاش. جاي غيوقع لك هكذا نتوما راكم غالطين. انا كنحط لكم ام المرحومه كتقول امور خطيره ما قالتهاش في التحقيق، تحملوا كامل المسؤوليه لما كنقول انها خبات هذا الشيء في التحقيق وما قالتوش، وهذه التصريحه ديالها خطيره جدا. فرضية انتحار كانت ضروري غادي تناقش في هذا الملف من طرف الفرقه الوطنيه والقاضي التحقيق باش يعرفوا واش هذه القضيه كاينه ولا ما كايناش، باش تعرفوا هذا المكلخ غير كيدخل ويخرج في الهضره. قال لك المرحومه المرحومه ما قالتش بلي بنتها قالت لها غادي ندير شي حاجه في راسي، وانت براسك قلتي بلي هذاك المقطع هزيتي وعطيتيه للفرقه الوطنيه في البدايه ديال الملف قبل قاضي التحقيق، وانت حطيتي هذاك المقطع في الملف، وزعما ما غاديش يسولوها ولا يقولوا لها راك غير كتكذب وتضحك على داك القاطعين. ياك داك المقطع اللي كتقول راني بنتي قالت لي غادي ندير شي حاجه راك حطيتيه في الملف، وفي نفس الوقت كيقول لك راه خبات داك الشيء، وراه اللي حطيتيه في الملف غادي يسولوها. والقضيه ديال الانتحار راه قلتها لكم في المداخلات، راه ضروري غادي ديال الانتحار تناقشت، ولكن ما شدوهاش، راه ما كايناش، ما جبروا حتى شي وحدها ولا شي سم حداها. المراه ما انتحرتش، وحيدوا تماما هذه القضيه، تهمينهم مباشره، غير هو كينقز باش يبرع على راسو ويضحك على داك القاطعين مازال كيجمع الفلوس على ظهرهم. شو الفيديوهات؟ واش وحده جالسه كتصور اختها؟ انت واش عمرك شفتي انا اختي جالسه كتموت قدامي؟ تعطيني الخاطر نشد الكاميرا ونصورها باش نصيفطها للزروالي ونصيفطها لإيمان باري يحطوها في لا مينياتور؟ هو دائما تكذب عليكم وتضحك عليكم. دابا تيقول لكم الوقيته فاش كانت كتموت اختها اسيا كانت كتصورها وتصيفط ليوسف الزروالي. شوف على كذوب، الوقيته فاش كانت كتموت اختها حتى واحد ما كان عارفها كتموت. ما تفرجت القضيه حتى لشهر 5 عاد خرجوا القنوات بداك تصور. وكون كانت الوقيته فاش كانت كتموت اسيا صيفطات شي تصاور لصحاب القنوات كرا قلعوها الفرقه الوطنيه. علاش تضحك على عباد الله وديما تدخل يوسف الزروالي وصحاب القنوات؟ صحاب القنوات الا كانت عندك الجرأه قول لهم راه ما كاينينش في هذا الملف، كاينين غير انا امي وعشيقتي. لا واه ملي كانت كتموت راه كانوا كيتسردوا التصاور، لا هي صورت اختها باش صيفطها لخوها وتقول لهم شوف الحاله ديال اختي وما بغاونيش نديوها للسبيطار. في داك الساعه كانوا دايرين بها، وكاينه الشهاده جارتك قالت لهم راه قالوا لها خليه تيصبح الحال ونشوفوا، وراه شهدت ضدك. انت جايبه تشهد معاك يا شهاده ضدك. الاخت جالسه في البلاصه باقا دابز
غير هاد الناس حتى شي واحد ما هضر معاها. اللي قالتو تيقولوا لها واخا انت والطبيب، قالوا انت والطبيب، قالوا انت والسيدي سليمان ولا سيدي قاسم ولا فين، قال لك قالوا لها حتى الغدا انت غدا وانت وفين ما بغيتها. داك الوقيته علاش صبرت اسيا اختها باش تصيفط لخوها تقول له مع اعتقني راه ما بغاوش يخليوني ندي اختي. اما القضيه ديال التصاور تصيفطوا للقنوات حتى شهر 5 ملي تفجرت القضيه. ما تبقاش كذبه على عباد الله، القنوات راه ما كاينينش في هذا الملف. اوكي المنافق دوز واحد النقطه مهمه جدا. شناهي؟ قال لك اسيدي سمح في مراته ومشى كرا دار، كرا هو والحسنيه باش يديروا فيها الفساد. انا طلعت قلت لهم اخوتي انا راه ما كريت لا دار لا والو، راه الزروالي اللي عيط ليا وقال لي انتم كاملين كريو دار ومثلوا فيها. ومني الزروالي قال لكم كريو الدار ومثلوا فيها، ما قال لكمش كريو الدار وفسدوا فيها وديروا ما بغيتو ومثلوا مرا وراجل وزيد. ونقول لك بالتفاصيل. قال لك اختي شيماء انا واحد السيده مخطوبه وبغيت نمشي وراجلي وتنشكي حسيت بالفساد وبغيت نمشي بحالي. هادشي اللي كاين. غزلان غادي تخدم حتى الشيطان ديالها وغادي دير واحد الخطه اللي غادي تشتت المجموعه. شنو غادي تقول؟ غادي تتهم الحسنيه وجمال بالفساد، تقول لهم بانه راه مصاحبين، وبانه الحسنيه قالت لها عند في الصالون بانه راه تيعجبني جمال وغادي نتزوج به. ياك اخويا انس راه كان معاهم. وغادي تفرتك هذه المجموعه وغادي تشد حنان بنت مي ميلوده اللي تتقرقر من البوليس والدرك. غتقول لها اختي حنان انا مرت الراجل غادي نمشي بحالي لانه يقدروا يجيو البوليس ويديونا للحبس كاملين. حنان بنت مي ميلوده اللي تسمع البوليس غادي تهرب. الله يخليكم الوالده ديالكم الا فهموني. حنان غادي تسمع البوليس غادي تهرب، وغادي تسمع علاقه ما بين جمال والحسنيه غادي تهرب من جمال وغادي تهرب من الحسنيه وغادي تهرب لغزلان. شنو دارت غزلان؟ غزلان سلتات للدار ديالها دارهم وتبعاتها حنان شداتها. الاخرين مساكن اذا الحنان مشات لهم هذا الحل واحد هو يفرقوا الدار صافي، يطلقوا الدار غادي يمشي كل واحد بحاله. اذا الخطه ديال غزلان كانت ناجحه 100% وهي غاده مستمره اخوتي. انا تنقول لكم الحقيقه، وهذا الشيء هي اللي قالت غزلان، هي اللي قالت لمولات الماسك راه الفساد في الدار. ولكن انا تنقول لمولات الماسك بغينا دليل نفرجك فيهم. اعطيني دليل اخويا اختي شيماء، انا تنقول شيماء اعطيني دليل اختي شيماء. انا في حياتي ما عمري ما شفت مكلخ بحالك. دابا هذا المقطع اللي كتحط ديال يوسف الزروالي راه تيبرعوا بداك التهمه اللي تتقول انت قدام العالم بلي هو شاري الشهود باش يشهدوا ضدك، وبلي قالوا شافوك في داك الدار اللي كريتو كتفسدوا. هذا الدليل قاطع بلي هو داك الساعه كان دار غفلون. خرجوا صحاب القنوات وهو خارج كيدافع عليهم كيكذب داك الهضره ديال غزوله، كيسحاب له غزوله غير خطه دايرها ضدكم، حيت قلتوا دخلتوا عنده في الخاص وحرشتوه على غزوله بلي كذب عليكم ورداكم فاسدين. هذا المقطع كيبرع يوسف الزروالي ما عارفش، هو خارج كيدافع عليكم كيقول شيماء مولات الناس الا عندك شي دليل حطوا لي. ودابا كتخرجوا له هو شرا الشهود باش يقولوا داك الهضره، وداك الهضره قالتها غزوله كانت داك الساعه مخاصمه مع الزروالي، كان طالع له الزعاف مغزوله وصحاب له غزوله دايره خطه ليكم وكتكذب عليكم. في الاخر اكتشف بلي فعلا كنتوا على علاقه وبلي غزوله ما كذبتش، ومشات غزوله تشهد داكشي اللي كانت جالس قبل ما يهضر يوسف الزروالي، ومشات ميميلوده تشهد قبل ما يهضر يوسف الزروالي. شهدت داك الهضره اللي قالت ميميلوده، سمحوا لي، داك الهضره اللي كانت قالت ميميلوده قبل ما تمشي كانت قالتها قبل، وكذب ويوسف كذبهم، قال لهم راه غزوله لعبت على الدماغ ديال حنان وجراتها لعندها وخلاتها تقول داك الهضره، وداك الهضره ما كايناش، وفعلا راه كاينه داك الهضره، كانوا كيفسدوا في داك الدار. هاد الاوديو اللي حطيتي راه كيبرع يوسف الزروالي من داك التهمه اللي كتبغي تلصق فيه بلي هو شاري الشهود باش يشهدوا ضدك. فهمتي القليل ليش مكلخ والله العظيم. على ملي تقول له سامح في ولادك وانت ماشي راجل وولادك، وانت سامح في بنتك صاحبي عندها 12 عام،
غطلع قول ما عنديش بنت عندها 12 عام. اذا هاد الام اللي هي ام ديالك الله يشافيها، ولكن كان عليها تجبد لك وديناتك وتقول لك سير عند بنتك. وكان في العيد كان عليك هي في العيد الكبير تقول لي يوسف راه عندي بنت نديرها لحولي مسكينه ونكسيوها. كيفاش انت تتبرع على السي جمال وبنتك مسكينه ما تعطيها حتى 100 درهم في الشهر وما داير لها حتى الوراق، ودابا مسكينه كدير تدخل المدرسه. وشنو غادي تقول الناس؟ هنا شنو بغى يوصل؟ بغى يوصل واحد الفكره ديال انه عندي بنت وسامح فيها وكذا وكذا، وهو عارف انه عندي بنت وعندها اكثر من 12 سنه، انا كانت عندها 13 سنه والبنت عايشه معاه، باش يدير راسو بانه ما عارفش وكذا وداك الشيء زعما غير بهذا. هادو عارفين عندي جوج بنات. كدوبا قليل ليش راه حتى واحد ما كنعرفك مجوج، وراك اعترفتي قدام الوانكم بلا ما نحط لكم داك المقطع كيقول لهم انا خبيت بناتي وزواجي باش ما تنمروش عليا، ودابا كتقول لك هو كان عارف. كانت كتروج واحد القضيه بلي عندك شي مراه سامح فيها وشي بنت سامح فيها، وعلاش غادي يكذب عليك ملي عارف عندك جوج بنات؟ غادي يقول عنده جوج بنات سامح فيهم باش يزيد يسطم عليك. واش شنو لي كثر بنت سامح فيها ولا جوج؟ علاش غادي يخبي البنت الثانيه؟ واصلا في اللايف الشهير كان غيفضحك بحيث ما غاديش يخليك توسخ له الصوره ديالو وتردو هو كيضرب في شي واحد الحتاله. راه بزاف الناس ما بغاوش داك اللايف اللي دار، وكان غادي يدافع على راسو يقول لهم هذا كذاب راه عنده مراه وعنده جوج بنات في الدار، ويبرع راسو من داك الكذوب اللي كتنزل عليه. وديك الساعه ما غاديش يمشيو له المحسنين بحيث الناس المحسنين مشاو له قبل اكوز ديال داك اللايف سبابك انت، وغادي يخلي 5 شهور دوز تتبع انت فليسات وفلوس المحسنين. عادي يخرج يقول لكم لا حقا راه عنده مراه مخبي في الدار، غادي يقولها تما ما يخليكش تستافد من المحسنين ديالو اللي انت اصلا كنت مقطع وما عندك حتى شي حاجه، غير هو اللي دار فيك الخير. راه هذيك الحتاله اللي في جنبك راه ما كانش عندها حتى باش تعمر لاكارت ديال التليفون باش دير شي فيديو ولا شي حاجه، وغادي يكون عارفك مجوج وعندك جوج بنيتات وما يفضحكش داك اللايف. راه فضحك وجاب عنده سعاد بريقي وطلع عليك اللايف. ايه كان غادي يجيب عنده سعاد بريقي في جنبه وطلع عليك اللايفات بلا ما يمشي لبلجيكا وما يخليكش ديروا المحسنين ويعاتبوه الناس علاش دار اللايف على الصنداله. كان داك الساعه كلشي غادي يعاقب لي انت هو الكذاب وبوزبال اللي خارج كتقول غنخطبها وانت عندك مراه في الدار مخبيها. فهمتني ولا لا؟ قيلش سير جمع فراقشك. ورا ناس رجال اعمال وعندهم الملايين والملايير اعتقلوا بسبب الفساد وبسبب جرائم وبسبب كذا وبسبب كذا من عند الفرقه الوطنيه للشرطه القضائيه. ما غيحيروش فيا انا، فهمنا؟ ما غيحيروش فيا. حيروش فيك انت البوحيد ديالك كله وداك الكذوب ديالك كامل وداك خزعبيلات صحاب القنوات مؤامره داروا لي فعلوا لي تركوا لي. مشيتي جبتي الدري جبتي الزروالي وفي الاخر شكون اللي متهم؟ راه ما ضحك ما حاروش فيك، راه هادشي كامل وفي الاخر قلعوك وتهموك بنت هو مولف على. فهمتي يا قليل ليش؟ ما يحيروش فيا. لما ترفعت سريه البحث ها انا معكم فيديو ولقطه بلقطه. غنعاود نرجع ونهضر على اللقطه المهمه اللي ما غنطلقش منها نهائيا. لماذا ام المرحومه واخت المرحومه قالت لهم سعاد غنشرب السم وغننتحر؟ فعلاش سكتوا؟ عندك الحق، ركز مزيان على هاد الهضره هادي. عرفتي علاش كتركز مزيان؟ راه البنت قالت لامها باغا دير شي حاجه في راسها بحيث هذه هي لو بوين سونطرال باش تبنات جريمه القتل. سمعتوها كتقولها لامها في التليفون اللي كان مراقب، واصلا ربما سمعتوها كاع ناقشت معاكم في الدار. راه داك اللايف الشهير اللي درتيه في شهر واحد فاش كتدعي في عباد الله راه تما طلبتي لها الموافقه. وانا حطيت لكم الدليل. نتوما ولاد الكلاب مسلمين، نتوما ولاد الكلاب اللي قاعدين كضربوا بولاد الناس مسلمين. تاخذ فيكم الحق يا ولاد الكلاب، اقسم بالله العظيم ما ندوز شي ولد الكلبه فيكم. انا غادي نقول لكم الله ياخذ فيكم الحق كاملين وكلكم غندعيكم ان شاء الله كاملين، ولو انني ندعي المغاربه اللي خارج الوطن وداخل الوطن كاملين واحد بواحد. بغيت تنتقم من هذا السيد يا ربي اشد انتقام. بغيت يا ربي نشوفه هو كيتعذب وانا كنشوف فيه يا ربي وهاد الليله ديال الجمعه يا ربي. وبغيت يا ربي انه لحمو يتشتت، بغيت يا ربي تعطيه شي تسيده تكون معجبه، بغيت يا ربي ما يلقاو ما يجمعوا فيه. وكلكم غندعيكم ان شاء الله، وكلكم غندعيكم.
باش تفهموا اخوتي هاد الخرجات ديالو هاد اللايف كنديرو قدام السبيطار ومو سخفانه وكيدعي في الزروالي. علاش كيدعي في الزروالي؟ حيت مول اللايف شهير ديال شهر 1 2023 فاش طلعوا من الزروالي والاخرى اعترفت بلي لا علاقه وقال لها خلي داكشي سكر. شفتو المرحومه سعاد وتما ناض عنده النقاش في الدار وقالوا له خليه يدير حياته وعطيه موافقه وما بغاتش وناض الدباز والغوات الدرجه وقالت لهم الام سخفت داها للسبيطار زعما وكيدعي في الزروالي. راه هو سبب هذا الشيء كامل. فهمتوا اخوتي؟ راه من شهر 1 والقضيه حامضه في دار قلوش على قبلت الزواج ديالو مع الصنداله وتشكات من الوالديها المرحومه سعاد. وما يمكنش هو يدير راسو في دار غفل ما عارفش باش يغطي على الجريمه. راه ما يمكنش المراه غادي تمشي تشكى لوالديها وغادي يكون الامور عندك مزيان في الدار كما كتدعي. وهاد الهضره ديالك ديال الانتحار الخرجات ديالك الخرجات ديالك انا عيطت عليها ابل فيديو وكانت قابله وما عندها حتى شي مشكل. ولي المراه ما عندها حتى شي مشكل اش غادي تنتحر؟ انت براسك كتحيد داك الفرضات انتحار بالهضره ديالك بلي هضرت مع ابل وخلاتني وما كاينش المشكل. مي ما كاينش المشكل علاش غادي تنتحر المراه؟ انت فما كتقول عيطت عليها وما كان حتى شي مشكل معها. نحطكم المقطع. ما غاديش ندخل في المعطيات والحيثيات. شوف انا سعاد راه انا هضرت معها اليوم الغد لي راه قالوا لي توفات. انا وياها هضرنا ابل فيديو الامور بخير وعلى خير ما كان عندي معها حتى شي حاجه. واخا هاد بنتك اللي قلتي تعقدات كانت كتشوف الفيديوهات ديالك مع حسنيه؟ كانت كتشوفهم والمرحومه حتى هي كانت كتشوف الفيديوهات وهي كانت موافقه. كانت موافقه كتقول لي الخدمه ديالك خدم على راسك لان هي عارفه انني خدام عليها وخدام على جوج بنيتات من اليوتيوب خدام عليها هي وخدام على جوج بنيتات وخدام على العائله ديالي. كان في العلم ديالها على انك داير انت وحسنيه اتفاق ديال انكم غتزوجوا؟ لا ما كاين لا اتفاق ديال الزواج لا والو. وقلتي كانوا كيتفرجوا فيك. كيتفرجوا فينا اننا كنديروا الفلوغات. انا ما كنتش كنعمر في قنيطره كنديروا الفلوغات وكنخدموا. حيت الا مشينا في هذا اذا انت كنتي خدام على الزوجه ديالك وعلى وليداتك من الفلوس ديال اليوتيوب وكان في اخبارها بانك انت كتمشي تسافر مع حسنيه وكانت موافقه. وي فوقاش توفات الزوجه ديالك؟ لان الحسنيه راه جات عندنا لدارنا شي 2 مرات ولا 3 وماشي بوحدها. لانه انتحرت. اتحداكم والله ياخذ فيكم الحق في هذا العواجل. الله ياخذ فيكم الحق ولكن عائلتي هي السبب هي اللي عطاتكم هذا الموضوع فاش تهضروا وهما اللي بغاو ان البنت ديالهم تنشر في اليوتيوب مادام عطاكم الصور ديالها لان البنت مسكينه توفات. شحال هادي توفات البنت؟ على الاقل بعدا يمشي يزوروها في القبر ديالها ماشي يخرجوا التصاور ديالها. شوف انا اتحدى اي واحد انه يقول هذه الكلمه ديال انتحرت. كنتحداه اوكي. باش نكون صريح مع المتابعين ديالي انا كنرفع تحدي ديال الانتحار اللي كيقولوا هذا انتحار ما انتحار. انا كنرفع تحدي ومستعد انني نجيب تشريح طبي نحطه لكم وتشوفوه. ومستعد نجيب يعني الورقه ديال الدفن نجيب المسائل كاملين ونحطهم لكم باش تزيدوا تاكدوا وتفهموا. بعض الناس خوتي العزاز وصلنا للنهايه ديال هذا الفيديو. صراحه راه ماشي سهله الساعه ديال الفيديو سمحوا لي بزاف ولكن حطيت لكم بزاف د الحوايج. راه ربما المتتبعين تابعين هذا الملف ولكن شي حاجه كتكون كتقال هنا جمعت لكم كل دليل باش نجاوبوا هذا القردوش والكتب ديالو. الانتحار راه ما كاينش اخوتي. المراه كانت كتخاف من الله وكتصلي وصبرت معاه سنين وسنين 7 شهور وهامل ما على بالهاش عارفه على حقيقته. كانت جالسه معاه على قبيله ولادو وكان اللي كان عنده شكون اللي كان عنده المصلحه تحيد من الطريق راه قردوش حتى شي واحد اخر. المراه ماتت في دارهم السم حداها ما كاينش. الدوافع ديال الجريمه تبت عليه. النيابه العامه تبعه هو وتصلته بجريمه قتل عن طريق التسميم. هذه هي الهضره الصحيحه. شكرا لكم. ما تنساوش لي باللايك والبارطاج. الى فيديو مقبل ان شاء الله. كثروا لي لايك وبارطاج وشجعوني اخوتي العزاز راكم عزاز وغاليين. شكرا لكم. ميرسي. ا بيانتو.